في البودكاست قال الدكتور ياسر الحزيمي جملة عظيمة برشا: أنا ما نخاصمش حتى حد، أما نبدل رتبته عندي. كيف سألوه كيفاش؟ قال: ما نتواصلش معاه، ما نستجيبلوش، مكانته مقامه نغيرهم وما يقعدوش كما كانوا، ما نفكرش فيه، ما نعطيش اهتمام، وما نخصوش بالدعاء، ممكن يسأل حتى من اسمه في تليفوني نبدله. القاعدة هذه عظيمة برشا وفيها اقتباس من القرآن الكريم. ربي سبحانه وتعالى قال في واحدة من آياته الموجودة في سورة المزمل: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. الناس اللي تسبولك في أذى بالاستهزاء والسب والشتم والمنطق العاد، والناس اللي ما يقدروش قيمتك، ما عندك حتى حل معاه، كان انك تبعد عليهم، تتجنبهم وما تشغلش بالك بيهم، تترفع بأخلاقك عليهم، ما تخالطهمش لا بالخير ولا بالشر. انت كإنسان متخلق ومتمسك بتعاليم دينك، ما يلزمكش تكون قلبك كاسح، وما يلزمكش ترد الفعل في لحظة غش وانفعال وتعاملهم بالسوء. بالعكس، المطلوب منك لهنا تصبر وتكظم غيظك وتحسن الهجر، ترتقي بروحك وتعاملهم بأصلك وتربيتك، تكون خلوق في الخصومة، ما تظلمهمش كما ظلموك، وما تضرهمش كما ضروك، ما تبكيهمش كما بكاوك، وما تقهرهمش كما قهروك. أما ميسالش ما فيها بيس، تخليهم يحسوا اللي انت تبدلت وما عادش نفس الشخص اللي عرفوه قبل. حط لهم حدود وخرجوا من ناحيتك من غير ما توجعهم لا بالكلام ولا بغيره. اتوي الصفحة وانساهم. السر الكله في حسن التجاوز، في المحافظة على إنسانيتك وعلى قلبك الصافي من الكره والبغض، على خاطر حتى مجرد التخمين في الكيد والانتقام ما ينجم كان يحطك في دوامة من التعب النفسي والتركيز مع أصناف من الناس ما يستاهلوش انك تركز معاهم من أصله. ابعد وخليهم، كون انت خير منهم، اكفيهم على مولاهم. وما تنساش، ينجو أصحاب القلب الرقيق إلا مهما صار يقعد عندهم رحمة وتعاطف مع خلق ربي الكل.